أهلا بكم سيداتي وسادتي في هذا الفيديو اللي نخصوه لسفر نادي الوداد الرياضي إلى الجزائر. تنشوفوا هنا وصول الفريق إلى الجزائر بدون أي مستقبل. ثانيا نشوفوا في هذا الفيديو شنو جبروا السلطة الجزائرية من يديروا الوداد باش ينرفزوها. هذا ما سنرى بعد نهاية هذا الفيديو. هنا تنشوفوا اللاعبين واصلين المطار الهواري بومدين بالجزائر. بعد هنا تنشوفوا اللاعبين الوداد وصلوا الجزائر مع كل اسف بعد ما دازوا لتونس وخداو اقل طائره تونسيه باش يوصلوا الجزائر العاصمه. وهذا شيء غريب، يعني رغم ما وقع في الشان السلطه الجزائريه باقيه مصره باش ما تخليش حتى الفرق المغربيه لكره القدم توصل الجزائر عبر الطريق العادي بين المغرب والجزائر بطائرة مغربية، ويريدون تنظيم الكان ويقولون أنه الأحق بذلك أكثر من المغرب. لا باش حنا نشوفوا المغرب كيف سيتعامل مع فريق شباب القبائل عند مباراة العودة بالمغرب. يعني غريب ما يقع. نشوفوا هذا الشيء بالتفصيل. يعني هادشي كنا عارفينه، كنا عارفين ان الوداد ما عندهاش الحق باش تطالب من السلطات الجزائريه باش تعطيها باش تخليها تجي في طائره خاصه من المغرب. هادشي كله كنا عارفينه، ولكن مع كل اسف ملي تنشوفوا على ارض الواقع تيبان لنا واحد البلاده كبيره. شنو هو الفرق بين الوداد تمشي حتى لتونس وتاخذ طائره اجنبيه على المغرب باش تدخل الجزائر، وفي العوده كذلك، علما ان من الدار البيضاء الجزائر العاصمه كاين ساعه ديال الطيران. الوداد كانت تاخذ طائره خاصه يمكن توصلها حتى اليوم الخميس اليوم قبل التدريب المبرمجه في ساعه المباراه ديال الغد، وتوصل الجزائر وتدرب وتبات ليله واحده في الجزائر، ومن بعد المباراه ترجع المغرب، وسيكون ذلك افضل. هذا المهم، هذا الموضوع ما نتكلموش عليه بزاف. الغريب في الامر ان السلطه الجزائريه ديال المطار لم يعني تترك يعني الخليه يعني ديال لا كومونيكاسيون، الخليه ديال التواصل ديال الوداد، تدخل الماتيريال ديالها العادي باش تصور وتعطينا فيديوهات وتصور لاعبي الوداد عند التدريب وفي الفندق. يعني شيء عادي، ولا في الكره العصريه جميع الفرق العالميه وجميع الفرق كذلك الافريقيه اللي بعقلها واللي عصريه عندها خليه اعلاميه اللي تتخدم بحال اللي تيخدموا الصحافه المحترفه، تخدم الصحافه المحترفه. وبالتالي عدم الترك يعني الشك حتى في الناس اللي خدامين مع الوداد يكونوا خدامين مع لي سيرفيس سوكري ماروكان ويدخلوا ما عرف شنو يصوروا في الفندق اللي تجلس فيه الوداد، ما عرف شنو يصوروا في الملعب اللي تلعب فيه الوداد، وما عرف شنو يصوروا في المطار. تالي يقولوا لهم في المطار ممنوع سيدي ما تصوروش في المطار، بحال بزاف ديال المطارات في العالم. وبالتالي يعني يعني نزع آلية العمل من الناس اللي خدامين على وليداتهم لا منطق له. يعني الجزائر في القضيه ديال سفر اي فريق مغربي كان ناديا او كان منتخبا وطنيا الى بلادها لاجراء مباراه رياضيه تدخل في خانه المباراه الرياضيه الرسميه تحت الفيفا ولا تحت الكاف، بعد تنشوفوا كيفاش ما يمكنش ما نفكروش بان السلطه الجزائريه هي سلطات يعني تعسفيه بمعنى الكلمه. والصحفي الجزائري ما يقدرش يطلعوا علينا ساعه ساعه باش قلنا الجزائر هي الفريق الذي هو البلد اللي مع دول العالم، مع الدول المكرفصه، مع الدول اللي مظلومه. وعلى الاقل احترموا البني ادم، احترموا الناس. لي دروا دو لوم هي احترمتيهم غتحترموا كل شيء. واش نتوما ابسط الحوايج باش تحترموا بنادم جاي عندكم لبلادكم ما عندكمش؟ تتقولوا نتوما اللي تدافعوا على المظلومين. الله يهديكم. دابا نرجعوا للوداد. الوداد في غياب اللائحه الرسميه اللي مشات للجزائر، شفنا الناس اللي غادروا البارح مطار محمد الخامس، اللاعبين اللي باينين. هنا تنشوفوا ايت علال، هنا
اللاعب أوك واللاعب الداودي. هنا اللاعب إسماعيل المترجي ثاني والله ما عرفتو. هنا اللاعب أيمن الحسوني. هنا المدرب مهدي النفطي. وهنا يحيى جبران العميد. وتنتمنى على الله باش هذه المره يكون عميد بمعنى الكلمه، ويبقى ضابط الاعصاب ديالو ولو وقع اي مشكل في الملعب. هنا الحارس الاحتياطي انيس. هنا اللاعب فرحان. واخيرا هنا اللاعب اسماعيل المترجي العائد مؤخرا من شباب المحمديه. يعني في هاد الناس اللي شفنا التشكيله الرسميه كلها حاضره في الجزائر لمواجهه شباب القبائل الجزائريه. الحارس محمد رضا الترناوي رجع له المورال من بعد ما شد جوج بيلانتيات في تطوان، و يعني سكت ذاك الافواه اللي انتقدته بشده في الضربات الترجيحيه ضد نادي الهلال السعودي، واللي تبع جوج منها مزيان وما بقاش يقبطهم. فاذا بدينا ننتقدوا حارس حيت ما بقاش يقبط لنا بيلانتي، ما عرف فين ماشيه الكره. في الدفاع تنظل الوداد لن يخرج على العملود على اليمين، عطيه الله على اليسار، وسط فرحان. وكذلك تنظل بن عياده اللي يدخل في هذه المباراه الرسميه. الا ما دخلش بن عياده يقدر يلعب ابو الفتح ويخلي بن عياده الشوط الثاني، وكتنظن بن عياده واجد باش يبدا المباراه. وسط الميدان كاين الداودي، يلعب الداودي وجبران دو بيستون، لان جوج ديال لي ميليو ديفونسيف، لان لاعب خارج الميدان. اي لعب تنظن ثلاثه ديال وسط الميدان هجوميين. وفي الوسط الحسوني على اليمين اي لعب 90% بوهره. وعلى اليسار تنظن يقدر يلعب اما اللاعب اوك، لا اظن اوك شحال هذه ملعب، ولا اللاعب شكون يقدر يلعب على اليسار، يقدر يلعب خارج الميدان كذلك الجعدي. وسط الميدان فيه الحسوني والجعدي وبوهره. والهجوم المهاجم السنغالي كراس حربه. تنظن الوداد تلعب 4-2-3-1. تنتمناو الانتصار للوداد في هذه المباراه الجزائريه، لان مباراه خرجات على الاطار ديالها الرياضي مع كل اسف بهذا الاستقبال وبهذا المنع ديال الفرق الوطنيه ما تقلش طائرات خاصه من المغرب. دونك الوداد خصها تبدا هاد دور المجموعه ديال رسم الابطال هذه السنه بنتيجه جميله. كان يمكن نقول لك من التعادل يكفي، ولكن تنظن انتصار في هذا الوقت الراهن بعد الهزيمه المره والاقصاء الغير مستحق ضد نادي الهلال السعودي، وفي ظل هذا يعني التجنج الاوضاع بين المغرب والجزائر، سيكون انتصارا مهما لا من الناحيه المعنويه ولا من الناحيه الماديه. شكرا لكم، وديما وداد، وتنتمنى باش الوداد ترجع لنا ظافره من قلب الجزائر. الى اللقاء.